طبعا يا متابعين اليوم اول ظهور ليا يعقوسة. متحمسة تك تك دحين احشرك هنا يمين بالله متابعين. والله انا استغرب من بعض الناس يجوني في الكومنتات ابغى وش الباركود حق السناب حقك. انا السناب حقي احطه نهاية كل قصة فهمت. والله سلاماتك يا يعقوسة. اللي سالوني في السناب يشبه اخوك يمين بالله هذا اسرع لاعب في الحياة رجله تنكسر. الاسبوع اللي فات كانوا عنده مباراة حلو. المباراة تبدا الساعة 5. جا البيت يقروشنا اليوم عندي نهائي مدري ايش. كلم فيصل وتعالوا اتفرجوا ومدري وجاب الكاميرا. وكلم اخوي الكبير اللي يجيب الكاميرا على اساس ايش يصور باسل انه في النهاية وزي كذا. والله العظيم الساعة 5 راح الملعب. الساعة 5 ونص باسل رجع رجله مكسورة. انا والله ماني حزنان على اخوي الكبير. استاذن من عمله وقروش ومدري. ما انكسر ولا ايش اللاعب ده اللي انكسر خلال نص ساعة. يعني اخويا الكبير مسكين الساعة 5 راح مصور على اساس يصور باسل حلو. الساعة 5 ونص جا البيت كأنه اسعاف. نيجي عند اول سؤال جانا. اقوى طاعة سويتها مع يعقوسة. تتذكر لما حرقنا المطبخ؟ فباسل ما شاء الله وقتها كذا حس انه شيف برناوي. جا قال لي ايش؟ قال لي رضوان بطاطس كريسبي مدري. ورب الكعب انا ما كنت باكل. هو اللي قاعد يقول لي بطاطس. قلت له يلا مشينا نسوي بطاطس. طبعا البطاطس المثلج ايش يبغى له؟ زيت وتكبه كذا خش. طبعا انا وقتها كنت قاعد فين؟ قاعد في الغرفه حلو. والشيف برناوي راح يطبخ لنا البطاطس. فباسل راح حط البطاطس على الزيت وجا تكه معايا فين في الغرفه. طبعا انا مسرح ونسيت البطاطس وقاعد احرك يمين بالله في السنه قاعد الفل. مره راح عن بالي انه باسل حط البطاطس. وباسل الحمار نسي وصار متكي معايا في الغرفه. في البيت ما في احد. فانا جالس العب زي كذا صرت اشم ريحه. شميت اقول لي باسل انت فسيت. ايش في حاجه يفسي حريقه ايش؟ المهم في البدايه انا ما استوعبت. اقسم بالله ما ادري كيف نسينا البطاطس. اللي باسل قال لي رضوان وربي في دخان. انا صرت اقول لباسل فين الدخان؟ يقول لي طالع برا. طلعت اقسم بالله شفته برا في الغرفه. شايف هذاك الدخان الاسود عرفتوه اللي يجيك كذا زي اللي في الافلام. دايم اقسم بالله ما شفت الدخان زي كذا. انا انفجعت احس بحلم يمين بالله ما صدقت. وباسل الغبي جير على فين؟ جير على غرفه امي. اول ما جيت باسل راح يصحي امي يمين بالله انا توترت كيف دحين ماني عارف اركز مع الحريقه ولا اركز على الفرش اللي راح يجيني. طبعا انا الكبير يعني امي اكيد حتلومني. انا ما حتلوم هذا الابله اللي هو الزيت صار يطرطع فين في الشفاط. والشفاط كذا ساح وكل المطبخ السقف كله نار. يمين بالله انا خرجت خرشه. وباسل الخول ده لما راح يصحي امي اقول له مش قلت لها؟ قلت امي قومي طاح حرق المطبخ. اقول لك امي قالت يا لهوي. يمين بالله امي جت جاري زي الصام. فانا لما شفت امي جاريه اتوقعت حتخش على المطبخ يعني تدبر تتصل على الدفاع المدني او تطفي النار باي شيء. الغريب انها جريت علي يمين بالله ادتني فامي الله يهديها من الفجعه بدل ما تطفي النار جايه تلكمني. انا اول ما اخذت الكف يمين بالله صرت مربوش. انا واقف زي كذا ايش في مدري انا واقف كذا. المهم امي قالت لي قوم انقلع روح نادي خالك. طبعا خالي في الشقه اللي جنبنا. فانا رحت جري عند خالي يا خال موسى فك الباب. خالي قال لي ايش فيك؟ قلت له حرقت المطبخ. فخالي اصلا هو ما فك شاف الحريقه زي كذا انفجع. فخالي جاي متحمس زي كذا بيطفي الحريقه. طبعا في مويه اللي امي كانت تكبها. خالي ما انتبه للمويه كذا ويت بوف طاح زي من بالله. لما شفت خالي طاح اقسم بالله شديت كاي طاح مره باخه. احنا جبناه فزع عشان يطفي النار. فجاء زي كذا متحمس بوف طاح سباح اقول لك. فانا اول ما خالي طاح انا كذا تلقائيا خلاص شرت فين؟ شرت على المجلس. استنى مين؟ استنى امي تخلص عشان تديني جلد. لان هذا المزبزب قال له مين حرق المطبخ؟ قال له رضوان. فانا ايش سويت؟ تكيت في المجلس. قال لك اني ايش اتخبيت دحين ان امي حتنساني خلاص لان هرجه تطيب واطلع على الصاله ولا هرجه خلاص حتنتهي. المهم وانا قاعد زي كذا يمين بالله امي فكت الباب. اقسم بالله ذاك اليوم حسيت امي كانها اندرتيكر. جت عندي قالت لي ادتني. شفت هذاك الكف المفاجئ اللي يفجع يمين بالله سددت لي كف. انا من الكف تلقائيا كذا صرت واقف وصرت اشق على نفسي. رب الكعبه ذا اليوم ما انسى. امي صارت حشرتني في الركن وصارت تديني ركب شلاليت يمين بالله. لا قلت امي كذا سويت نفسي اغمى علي عشان تسيبني. فكذا جاوبت على اول سؤال واللي هو اقوى طاعه سويتها مع يعقوس اللي ايش؟ حرقنا المطبخ. فجأة بالأول بقعدني زي مسهرية ورا هنا. لا ادري عنك انت قاعد مسوي لي ساكت تستحي بوجهك هذا. الحين السؤال عندي خليك قاعد انت هنا. اكثر سؤال جاني في الخاص اكثر موقف ضحك على رضوان. بس هي دقيقه مو تقعد تملح وتحط بهارات. انت مليح. لانه احنا اصلا من امس انا يمين بالله مخزن لك اشياء. اصبر طيب. زمان انا ورضوان لما نتفش
اقول لك نعبي البانيو، نلبس شورتات، نشتري نظارة. كنا راح نسبح بالبحر. المهم في يوم كلب الشوت وجبت النظارة حق وكل شيء، دخلت البحر يقول لك قاعد اغوص زي كذا قاعد اغوص. المهم كذا انا قاعد اغوص تحت شوية اشوف شيء اسود مستطيل، طلعت في رضوان الاقيه ساكت. طلعت في رضوان قلت ساكت، يقول لك قاعد في الزاوية حق البالو زي كذا. بعدين والله شميت الريحة تيرة وربي ريحة كركس بيوت. متابعين بالله لو انت مكاني تسوي، انا كنت مزنوق وما في الا البانيو. هذا موقف واحد بس، والله في مواقف كتير. طيب والله دحين والله لا اشويك، يقولوا لك الخالد زاد اقليك دحين مسوي تحط علي. ها طبعا شايفين هذا الرمه صف سادس ابتدائي، حلو. انا كنت صف سادس، هذا كان صف كم؟ صف ثاني ابتدائي، كلنا في مدرسه واحده. في يوم من الايام زي كذا خرجت في الصرف، حلو. طبعا هم الابتدائي يخرجوا قبلنا، احنا صف سادس يعني كان عندنا حصه خامسه. فاحنا كان عندنا حصه خامسه هم حصه رابعه، حلو. فذاك اليوم باسل خرج قبلي، حلو، وتمشكل مع مين؟ مع واحد بخاري، يمين بالله يا كبران، صح. المهم فباسل طبعا خارج يمين بالله بخ قوي، صح. فباسل استناني اخرج، لانه بخ هذا تقريبا كان صف خامس او صف رابع، امشي اكبر من ذا بسنتين او 3 سنين. فباسل كان استناني اخرج عشان ايه؟ على باله انه انا حاطوب. المهم فانا خرجت، اقسم بالله شايف باسل وانا ساكت، حلو. صار البخاري ماسك باسل زي كذا يقول له ها شو تسوي مدري، باسل صار يطالع فيه. فانا خرجت زي كذا من الفسحه، اقسم بالله كانوا البخاري وباسل قدام بعض، شايف البخاري ماسك باسل وباسل مو راضي يتحرك، البخاري يهز باسل زي كذا ساكت. المهم انا قررت منهم زي كذا، طبعا انا مسوي مجنون بشوف باسل ايش يسوي. فالبخاري يقول لي باسل ها يلا ايش بتسوي مدري، باسل يقول له دقيقه اجيك بكره. والبخاري يمين بالله صامل يقول لي باسل ليه بكره؟ وانا قدامك يلا ايش بتسوي مدري، وصار يدف باسل يطالع زي كذا ويطالع فيه، يعني رضوان طب لي. اطلع على الالبوم حقك، يمين بالله انا مخزن عليه البوم قد وجهك يا واد، فضايحك كلها عندي ايام الابتدائي. فبس والله يكفي اليوم فضايح في الخال هذا، مع الايام الجايه ان شاء الله طلع لكم فضايح اكثر. انا حطلع فضايح حقكم. طيب نشوف يبان مع الايام الجايه، فتابعوني في السناب عشان تشوفوا فضايح.